الداعية الإسلامي عبد الله رشدي أنا من أشد المعجبين بيه، مع إن أفكاره غير أفكاري لأن أنا شخص مسيحي، أما هو شخص مسلم. لكن عندي تحدي ليه في هذا اليوم. إن طلبت السيد المسيح هيظهر لك في قلب غرفتك، لأن نفسي طاقتك اللي أنت بتخرجها من أجل بس الضلال في وسط الناس تتحول لطاقة لنشر النور، لنشر النور. لأن السيد المسيح حاضر في الوسط وطالبك بالاسم وراسلني علشان أنادي عليك. وإن سمعت هذا الفيديو اسجد في غرفتك واطلب الله وقول يا الله يا إله إبراهيم وإله إسحاق إله يعقوب، من أنت؟ من أنت؟ عرفني من أنت، اظهر ليا في قلب غرفتي، خليني أتبع الحي ما اتبعش الميت، ونادي بالحي ما ناديش بالميت. الفيديو ده هيوصل لك، هيلف يلف وهيوصل لك، لأنه بدعوة من السيد المسيح نفسه أرسلني عشان أقول الكلمتين دول ليك. المسيح قام من الأموات وخرج من المقابر، وكل من بيؤمن بيه بيخرج وراه من الأموات ومن المقابر. وهو جاي للمرة التانية على جبل الزيتون في خلال الأشهر اللي احنا عايشين فيها، وكل العيون هتشوفه وكل كاميرات العالم هتشوفه، والناس هتتصدم الصدمة الكبيرة، وعلى وشوشهم هيكون حمار، كلهم هيبصوا لبعضهم بعض، كلهم هيقفوا على المطارات، كل واحد عايز يرجع لأرض ميلاده. زلزال هيكون كل نص ساعة، زلزال كل نص ساعة، والطبيعة هتتقلب، ولون الهوا هيبقى لون برتقاني، والشمس دي اللي انتوا شايفينها هتطفي وهتبقى زي شعر الست الأسود، والقمر هيتحول لدم، وكل الناس هتشوف علامات يوم القيامة، لأن السيد هينزل على جبل الزيتون وهينظروا ليه. اللي طعنوه هينوحوا عليه، وزي ما شعبه صلبوا عند جبل الجلجثة هتتلم عليهم كل الشعوب، هتتلم على شعبه كل الشعوب عشان تصلبهم. خد بالك من الكلام، وهو هينزل علشان يخلصهم، وبحر الضيق هيتفتح، وكل العيون هتتزلزل، كل العيون هتشوفه. كل الكلام ده شفته برؤية من السما وجاي اخبرك بيها. اللي عايز يصدقني يصدقني، واللي مش عايز يصدقني ما يصدقنيش. لكن كل الكلام ده هيحصل في خلال الشهور اللي احنا عايشين فيها، لان انت شايف دلوقتي ان قامت امة على امة، مملكة على مملكة، وكل الكلمات اللي مكتوبة في الانجيل هتبتدي تظهر امام عيون الناس. والصاحب الوعد الصادق اللي قال وعد صادق هينزل امام كل العيون، صاحب كلمة الشرف كل الناس هتشوفه. الوقت قريب، وبقدم الرسالة دي للشيخ عبد الله رشدي، والرسالة دي هتدركه وهتلف هتلف لحد ما توصل له، وهيطلب الطلبة دي وهيظهر له المسيح في قلب غرفته، واسمه هيتحول لاسم جديد، لأن اليوم بدعو للمسيحية. الوقت قريب، استعدوا، استعدوا للقاء الله إلهكم، لأن مفيش زمان بعد الزمان. احنا في آخر حلقة في تاريخ الأيام، وآخر حلقة بتبقى فيها المغامرة الكبرى، المغامرة الكبرى. استعدوا، استعدوا للقاء إلهكم.